همم سمات نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعل. تشجيعا لأبنائهم الطلاب في مواصلة حفظ وتعلم القرآن الكريم، تكرمت إدارة مركز ذي النورين للقراءات والعلوم القرآنية بمسابقة قرآنية بين طلابها لقسمي البنين والبنات. المسابقة القرآنية الكبرى أقيمت في مسجد ذي النورين، حيث أجريت المسابقة على 3 مراحل شملت كل طلاب وطالبات المركز، وتم تنظيمها على فئات مختلفة تتناسب مع مقدار حفظ كل فئة من القرآن الكريم، وبلغ عدد المتأهلين فيها 20 طالبا وطالبة. يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ما يتساءلون عن النبأ العظيم. إني تبت إليك وإني من المسلمين. فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله. أيها الأحباب، هذه المسابقة القرآنية الكبرى لها 3 مراحل، تبدأ من منتصف شهر سبتمبر، من منتصف شهر 9 الاستعداد لها، ويكون بين الحلقات في الحلقة الواحدة، يتأهل بعد ذلك في الفئات ال5 فئة المسلمين، وفئات ال5 أجزاء، وفئات ال10 أجزاء، وفئات ال20 جزء، وفئات المصحف. يتأهل هؤلاء من كل حلقة المدرسين والأكثر فكرا وإتقانا. لذلك الحلقات جوائز قيمة لهذه المسابقة بلغت بحدود 200,000 ريال. واختتمت تلك المسابقة بتكريم الفائزين والفائزات للمرحلة النهائية ممن اشتركوا في المسابقة. فشكرا مركز ذي النورين ولكل الداعمين لهذا الصرح التعليمي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلا وضياء، وبدت